السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ان شاء الله بقى هنعمل قرنبيط بطريقة مقرمشة وجميلة كده. ان شاء الله خليكم معايا بإذن الله. الوقت احنا حطينا بابريكا والتوابل ملح وكركم وكمون، وحطينا دقيق ونشا، وحطينا التوابل عليهم وهنقلبهم. حطينا كمان بيضة، هنحط شوية كزبرة على شوية شبت، وهنقلب. هنقلب كل اللي حطيناه ده مع بعضه. شوية توم، معلقة توم كده، وهنقلبها معاهم. هنحط شوية مية. طبعا نحاول ان احنا منخليهاش سايبة قوي، يعني تبقى معقولة كده، ونقلب. وبعدين لو احتاجت مية تاني نحط. حطينا كمان شوية مية. وطبعا برضو نفس في دقيق تاني حطينا شوية دقيق ونشا. وبنحط التوابل نفس اللي حطيناه على السائل بنحطه على الناشف برضو، ده نفس التوابل. شوية بيكنج باودر او شيف كيك، اي حاجة، او شوية كربوناتو. يعني ممكن نحط نص معلقة كده صغيرة. برضو بنحط طبعا بنحط برضو على السائل شوية برضو كربوناتو او شيف كيك تبع الحاجة اللي معاكي. وبعدين بنحط كمان بنحط في الدقيق. طبعا القرنبات ده احنا سلقناه، بس ما سلقناهوش جامد، يعني نص سلقة كده. وحطينا هنحطه في الدقيق الاول، وبعدين نحطه في في السائل ده، وبعدين نرجع نحطه في الدقيق تاني بإذن الله. طبعا هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. وهنحط زيت على النار، بس زيت طبعا يكون كتير شوية علشان يغطي القرنبيط، عشان يطلع مقرمش وجميل كده. ونحمر.
وطبعا كده القرنبيط بعد ما اتحمر طبعا مقرمش وطعمه في منتهى الجمال. جربوه ان شاء الله ايه يعجبكم، وبألف هنا وشفا.